النهارده احنا في لقاء خاص مع احد عمالقة السينما المصرية، بطل فيلم بيت الروبي الاستاذ كريم عبد العزيز. اهلا بيك. اهلا بيكي، ومش الدرجات دي يعني، بس ربنا يخليكي وكل سنه والساده المشاهدين بالف خير يا رب. لا للدرجة دي واكتر كمان ربنا طبعا. يخليك ربنا يخليك. طيب عايزين حضرتك تاخدنا لبداية القصة كده، لما الورق اتعرض عليك ايه اللي خلاك توافق عليه؟ طبعا بغض النظر عن التناغم اللي بينك وبين بيتر ميمي وسينرجي، بس ايه الاسباب التانية اللي ممكن خلت حضرتك توافق على الورق؟ بص، سببين. نمره واحد الموضوع طبعا. لما قريت الورق انه بيناقش موضوع اجتماعي معاصر، موجود في كل بيوتنا. فكره السوشيال ميديا بمنتهى الصراحه، وسلبياتها وايجابياتها. لاي شيء سلبيات ولاي شيء ايجابيات. من خلال عيله الروبي، انا ابراهيم الروبي، كريم ايهاب الروبي، ونور بنت عمي ايمان الروبي وطاره. فعجبني ان الموضوع معاصر، موضوع احنا لامسينه وحاسينه في كل بيت، حبيت ان اتكلم فيه يعني. زائد ان دكتور بيتر والاستاذ محمد دباح والاستاذه ريم القماش كاتبينه يعني ببساطه شديده جدا. وانا شايف ان دايما في الفن هي البساطه اصعب شيء. يعني هو يبان فيلم لايت كوميدي، بس هو فيلم ليه بعد، ليه لاير تاني وليه بعد تاني. يعني ده اللي عجبني جدا. كواليس الفيلم ده مختلفة تماما عن الأعمال الأخيرة اللي عملتها، يعني كيرة والجن والاختيار، الفيل الأزرق، وكمان داخل على عمل كبير قوي، حشاشين. حسن الصباح. بالظبط. ده السبب التاني بقى. السبب الأولاني الورق. السبب التاني على رأيك إن أنا جاي من أفلام تقيلة ومواضيع تقيلة جدا، سواء تاريخي سواء وطني سواء هورر، ورايحين لرمضان اللي جاي بشخصيه من اهم واصعب الشخصيات اللي عاملها في حياتي والمسلسل بشكل عام. فكنا عايزين بس كده يعني نعايد على الناس شويه برضه من خلال الموضوع. يعني حسينا ان احنا اصلا رجعنا مش كريم عبد العزيز قديم، ابو علي بتاع زمان، يعني من خلال والله انا الفيلم صوتي ده. فضيحه، وسبحان من خلاني اغني دكتور بيتر. وانا لولا ان عسيلي يا حبيبي احنا دمرنا الراجل نجم ومن اهم نجوم الوطن العربي في الغنى، ضيعناه انا وكريم. بس سلك اتعدت الحمد لله. لا اكيد هتبقى عمل عظيم. ربنا يخليك. احنا دلوقتي دي يعتبر تاني مره حضرتك تصور في سينا، مظبوط. فهل ثالث مره. تالت مره. عبود على الحدود. صح فاتتني عبود على دي. الحدود ايوه. باشا تلميذ وبيت الروبي. بتحب سينا طبعا حب خاص يعني. طبعا. بص خدي بالك، احنا بلدنا فيها كم مناظر طبيعيه مش موجوده في العالم، سواء في سينا سواء الاقصر اسوان، الواحات بالكامل، صورت ابو علي في الواحات. ايوه. المومياوات عملناها في يعني طبعا. طب بتشوف ان العزله دي شيء مهم؟ يعني بتحب تعمل ده من حين الى اخر؟ طبعا. انا عندي وجهه نظر، مفيش بني ادم، مش هقول فنان، ممكن يبقى الفنان اكتر، بس وجهه نظري ان مفيش انسان ما بيبقاش عايز جزء من العزله، جزء من المساحه، اعاده تفكير، اعاده حسابات، مراجعه نفس، تفكير لبكره. ده مش هتقدري تعمليه وانت حواليك العالم الناس والدوشه طبعا. طب بالنسبه لموضوع الفيلم وهو السوشيال ميديا، يعني انا حاسه ان كريم عبد العزيز في الحقيقه هو مائل اكتر لبطلنا في الفيلم، زي ما هو كان منعزل في سينا الى حد ما. فيعني مش زي بطلنا بالظبط، يعني بطلنا تعرض لحادثه وصلته لده، لكن خدي بالك انا يعني الحمد لله رب العالمين الواحد كبر ومش في الجيل ده خالص. يعني احنا دخلت علينا بلا نقاش مهمه جدا، وابتديت والله مجتهد بذاكر يعني انا جاي لكم في الطريق. لا ده احنا اللي بنحاول نواكب حضرتك والله. لا ازاي فجاي لكم يعني في الطريق، بس ما كبرناش على ده. ففكره ان هي تبقى متداخله في كل شيء في حياتك بالمنظر ده. وانا شخص بحب الخصوصيه، بحب بيتي، انا حر يعني، بحب اسرتي كده بس. ايوه. بس ازاي بتوازن بين الحياه يعني في الشغل والشهره والحياه الخصوصيه؟ يعني برضو الموضوع مش سهل خالص. زي زمايلي طبعا. هي يعني هي مهنه، الف حمد والف شكر. زي ما بتديكي حب ناس، ودي اهم نعمه وجايزه من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو حب الناس. وده اللي بيشغلنا كلنا، وده اللي بيخلينا ننزل من بيوتنا في اجواء صعبه جدا وفي ظروف صعبه جدا. حب الناس وبلدك، فبتبقى دي اكتر حاجه دافع محركه الفنان ان هو بيشتغل الناس.
طبعا في الدقايق الاخيره اللي قبل العرض الخاص انا يعني متوتر جدا انا وبجاوب اجابات غريبه وفي حاجات غريبه. لا عايز اتفرج والله. على الفيلم يا جماعه. لا والله لازم يا رب الناس كلنا تنبسط. عايزين نتفرج على الفيلم، وطبعا كلنا متحمسين ان احنا نشوف الفيلم، واللي اكتر من كده متحمسين ان احنا نشوف كريم عبد العزيز يعني فيلم بيغني أهم. لاول مره. كريم دي مصيبه بقى. بيغني لاول دي مره، فضيحة. الحمد فكلنا لله. متفاجئين. كنا هندمر محمود العسيلي بس لو ان هو نجم طب كبير ربنا عداه. ازاي يعني لما جالك العرض ده وقالوا لك ان انت هتغني، اولا ايه كان ردة فعلك ورده فعل الاسره؟ لا الاسره مين؟ الاسره لحد النهارده مش عارفه حاجه. لا هو دكتور بيتر بيعرف يطلع مني حاجات غريبه جدا. فدكتور بيتر قال لي احنا عندنا اغنيه في الفيلم. قلت له كويس. فقال لي انت هتبقى معانا في الاغنيه. قلت له كويس، همثل يعني في الاغنيه. قال لا هتغني. قلت له انا اغني؟ ده انا ما بعرفش. حتى لو خدتي بالك في الاغنيه انا ما بغنيش، انا بنده. ايوه انا بنده على حاجه يعني في حاجه بعيده. لا بس هي طالعه طبعا جميله جدا، وحضرتك طبعا عارف حركات التيك توك وزي ما بتحاول تتابع كده. كريم محمود بقى. عايزين نعرف بقى ايه الحركه اللي هي لما نسمعها نغني اهي اهي اهي، ايه الحركه اللي خاصه بالاغنيه في كده؟ طب ممكن نعملها اهي 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 اهي